بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في رزقنا واهدنا لطريق الخير وارزقنا البركة في وقتنا وطعامنا. صلوا على النبي يا جماعة. وبداية كده نحط لايك للفيديو الجميل ده وصينية البطاطس الحلوة دي، واللي لسه مش مشترك في قناتي ينزل يشترك فيها. النهاردة جايبه لكم وصفة دافية وبسيطة، صينية البطاطس اللي عمرها ما خيبت ظني. بطاطس متقطعة بحب، بصلة متقطعة برواقة، ومعاهم صلصة بسيطة متسبكة على نار هادية. دخلت الفرن بهدوء وخرجت منها تحفة فنية. ايه رأيكم؟ تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. عندنا بطاطس الكمية اللي انتوا تحبوها، قشرناها واتغسلت كويس جدا واتقطعت حلقات. معاهم بصلاية متقطعة شرايح، معاهم بتاع 4 فصوص توم، معاهم معلقة ملح او معلقتين، معاهم معلقة صغيرة سكر، معاهم كمان رشة من البابريكا، هنحط معاهم رشة من الكمون، رشة من الكزبرة، ومعاهم رشة بسيطة من الفلفل الأسمر. ناخد بقى الخلطة بتاعتنا الجميلة دي ونحطها على البوتاجاز، وننزل بعصير الطماطم، نولع عليها النار وخليها كده تتسبك على نار هادية وجميلة جدا. طبعا الرز بالشعرية مفيش ست بيت ما بتعرفش تعمله، انتوا اساتذة فيه. فاحنا هنعمل ايه؟ هنحط شوية زيت وعليهم شوية شعرية يتحمروا كويس جدا. بعد كده ايه، احنا هنا ايه بنقلب الشعرية بتاعتنا، ونزلت هنا رجعت تاني للبطاطس، نزلت عليها بالايه بكم قطعة لحمة كده كانوا عندي، بحيث ان هما يدوها طعم كده. لو ما عندكوش لحمة مفيش اي مشكلة خالص. بعد كده نزلنا بالرز بتاعنا وهناخده تشويحة بقى ايه عشان ما يعجنش مننا. اهم حاجة ان احنا نشوح الرز كويس. خد التشويحة التمام، ننزل عليه بالمية، مية تغطي الرز كده بشوية. اهم حاجة ان هي المية ما تبقاش كتير قوي عشان ما يعجنش. وبعدين ننزل بالملح بتاعنا، كل كوباية رز بتاخد معلقة ملح. ظبطنا الملح والدنيا تمام، ودقنا الطعم بتاعه لقيناه مظبوط. هنغطي عليه. اول حاجة هيبقى على نار عالية، بعد كده نبتدي ان احنا نوطي النار خالص عشان يستوي على البخار. بعد كده نجيب الطاجن القمر الشيك بتاعنا وننزل بقى بالبطاطس بتاعتنا الجميلة. اوعى الحركات واوعى التكات، ونظبطها ونولع بقى الشواية وندخلها الفرن. تاخد بقى اللون بقى اللون القمر ده. ايه الحلاوة دي، ايه الطعامة دي، والله تسلم ايدي يا جماعة بجد. صينية البطاطس عايزة اقول لكم كانت زي العسل حرفيا. جربوها بالطريقة بتاعتي وهتعجبكم جدا. ولو لسه ما حطيتوش اللايك حطوا اللايك واشتركوا في القناة.